السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ أمينة أم سليمان. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مملحات عاشوراء أولا قريشلات عاشوراء كيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف بزاف. ما عليكم غير تبعوا الطريقة والمقادير وغادي تنجح معكم إن شاء الله الوصفة بمقادير بسيطة. حضري أكبر كمية. نبداو إن شاء الله بالمقادير. اول حاجه غادي نحتاجو ما يعادل ملعقه كبيره من الخردل اولا المطارد، ملعقه صغيره من الهريسه، واحد الملعقه كبيره ديال الملحه، 3 ديال كنورات ديال السمك، يمكن لكم ديروا 2 معالق ديال توابل السمك، واحد الملعقه ديال صوص الصوجه اولا صلصه الصوجه الا كانت عندكم ثقيله، الا كانت جاريه ديروا 3 ديال الملاعق. وغادي نحتاج هنايا ما يعادل تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب المجفف. لما كانش متوفر عندكم يمكن لكم ديروا علبه ديال الياغورت مسوس، لما كانش متوفر كذلك يمكن لكم ديروا كاس ديال الحليب. وغادي نحتاجوا كاس ديال الزيت. هنايا عندي 2 ديال البيضات، فانا عندي البيض ديال 2 محاح واصفر البيض احتفظت به جانبا، 5 ديال الفرماج مثلثات، 250 غرام من الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، وكيلو ونص ديال الدقيق اللي يكون دقيق ممتاز ومنخول من قبل. بالنسبه لبياض البيض فراه غادي نخلي البياض باش ندهن من الفوق، لكن نتو غادي ديروا شي زرارع اولا هكا فراه غادي تنفعكم باش يلصقوا لكم دوك الزرارع على العجين ديالكم. فاول حاجه غادي ناخذ القصريه ديالي اللي فيها الدقيق والزبده، غادي ندير عليها المطارد اولا الخردل والهريسه كذلك. غادي نضيف عليها المكونات كاملين ديالي اللي سبق لي وقلت لكم من قبل، صلصه الصوجه كذلك الحليب المجفف، الفرماج، الزيت، يعني كل شيء غادي نديرو، البيض كذلك. وعاد من بعد غادي نبدا نرمل المكونات ديالي مع بعض وغادي نرجع لكم. فراه كنرملوها مزيان مزيان باش الوقيته اللي كنديروا الماء كتجمع معنا دغيا دغيا، لان فيها الزبده والزيت راه دغيا هذاك الدقيق ديالنا كيتشرب لينا. كنعتذر لان عرفتوا كنسجل بصعوبه في الرواح، تخنقت ما شكيت عليكم. عرفتوا والله الا كنسجل بواحد الصعوبه كبيره بزاف. و بغيت نوصل لكم ان شاء الله باذن الله هاد القريشلات اولا المملحات باش تحضروهم في عاشوراء كيجيو لذاذ بزاف. من بعد هنا بديت كنضيف الماء بالتدريج. بالنسبه للكميه ديال الماء فانا خدت ليا 2 ديال الكؤوس ونصف تقريبا من الماء. بالنسبه للعجينه ديالي ما كتكونش قاصحه وما كتكونش عاوتاني جاريه، يعني غير كتجمع راسها وكنحبسو. فانا هنا كنحاول ندلكها مزيان، فما تخافوا منها والو، راه ما تيوقع لها حتى شي حاجه واخا كتدلك، يعني ما تضيفوا الماء ما حتى شي حاجه، لانها فيها الزبده كتجي يعني بحال شكل لاباط فيتي، كتجي مورقه مقرمشه ولذيذه بزاف بزاف. فهنا غادي نحاول نجمعها باش نقطعها على حسب النكهات اللي انت كتبغي. فبالنسبه لي انا غادي ندير فقط 3 ديال النسمات، غادي ندير ديال الزعتر وديال الهريسه وديال الفرماج. الا كنتي تبغي تزيدي ديال الثومه اولا ديال اي نكهه تبغي فيمكن لك تزيدي تقطعيهم اكثر. وغادي نغلب اكثر ديال الحار لان كيعجبوني اكثر على ديال الزعتر وعلى ديال الفرماج. من بعد ما غادي نقطعهم غادي نبقى نسم كل وحده بوحديتها. فغادي نبدا باول وحده هي ديال الزعتر. غادي ناخذ الزعتر وغادي نقيه. يمكن لكم في هادو ديال الزعتر تزيدوا شي ملون اخضر الا بغيتوا، ولكن انا كنكتفي فقط بدوك كيبانوا يعني فيهم ديك الزريعه هكاك خضراء. درت هنا واحد النقيطه ديال الماء باش داك الزعتر يشد ليا ما يبقاش يخرج. وغادي ندلك مزيان حتى ندخل داك الزعتر في العجينه ديالي كامله. من بعد غادي نوضعها في بلاستيكه جانبا وناخذ عجينه اخرى باش نسمها اولا نكها. وكما سبق لي وذكرت لكم لا بغيتو ديروا شي ملون باش تبدلوا ليها اللون وتفرقوا بيناتهم يمكن لكم تضيفوه. بالنسبه للعجين الثانيه فانا خديتها ودرت فيها الهريسه. انا عندي تقريبا ما يعادل 2 ديال الملاعق ديال الهريسه. فهاد الهريسه راه حاره عرفتو كتشوط، وحتى هي كذلك لا بغيتو تزيدوا اللون فيمكن لكم تضيفوا اللون. بالنسبه لهذا اللي ما متوفرش عندها هريسه اولا اللي ما تبغيش دير هريسه ولا ما عندهاش اولا، فيمكن لها دير السودانيه ودير شي ملون.
هكا باش تجيها النكهه يعني تجي حاره. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى تجمع لي العجين، وكان هذا هو الشكل ديالها. ومن بعد غادي ناخذ العجين الثالثه اللي غادي ندير فيها الفرماج، وغادي ندير فيها صلصه الصوجه باش تبدل لي واحد شويه ديال اللون. يمكن لكم هنا ديروا بودره ديال الثوم اولا بودره ديال البصل، كتجي زوينه مع النكهه ديال الفرماج. فالفرماج كيبقى حسب الرغبه، يعني شحال بغيتو تضيفوا. فانا لان عندي كميه قليله فدرت فقط واحد الكميه اللي بسيطه، وزدت صلصه الصوجه اللي كتعطي واحد النكهه اولا واحد الملوحه زوينه، وكذلك كتعطي اللون واحد شويه بحال المارو. غادي ندلك العجين ديالي مزيان وغادي نخليها في بلاستيك جانبا. نبدا باول وحده. فانا هنا تقطع لي الفيديو، وما حضرتش معكم ديال الزعتر اللي درت. اكيد هنايا راني كلهم درتهم في بلاستيكه باش هكا ما كنضربهمش البرد وكيقساحوا. عاد غادي ناخذ اول وحده اللي هي ديال الزعتر، غادي نطلقها تكون رقيقه شي شويه، غادي نقطعها شرائط لي طوال. فتقطع لي الفيديو هنا ما عرفتش فين مشالي. وغادي ننتقلوا للعجين الثانيه اللي هي ديال هذا ديال الحار. فانا دائما كناخذهم وكنديرهم بحال شكل المسمنه بهذا الشكل هذا، باش هكا كنضمن انهم كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو مقرملين وكيعاونوني حتى ما كيكونش الضياع بزاف من الجوانب. وهكا غادي نستمر في طلق العجين حتى نكملها كامله. نحاولوا ما امكن العجينه ديالنا ما تكونش غليظه، وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني رقيقه بزاف، انها خاصها تجينا متوسطه باش تجينا مقرمشه وزوينه في العضه ديالها. كنستعنوا دائما بشويه ديال الدقيق باش هكا ما تلتصق لناش بسطح العمل، ولان ملي درنا ليها هريسه فشويه خفافت فهكا باش تشد راسها. بالنسبه لهاد المرحله هذه راه الفران سخون على اقصى درجه، شعلاه من الفوق ومن التحت كنعتذر. ومن بعد غادي نقاد العجينه ديالي في اللاطه وغادي نقطعها بالطريقه اللي بغيت. فانا هنايا درت تقيبات بحال ما هكا في العجينه ديالي باش هكا تجيني بحال شكل الفرماج زعما. الا بغيتو ديروها فقط مربعات اولا مثلثات فيمكن لكم ديروها باش هكا ما تضيعوش العجينه ديالكم بزاف وتوجد معكم دغيا. فغادي نستمر بنفس الطريقه. ومن بعد غادي ناخذ قطعه دائريه وغادي نقطع بها، وغادي نقطع كل دائره على 4 باش هكا يجوني مثلثات مزيانين ومتساويين وفيهم هذوك التقيبات هكاك بحال شكل الفرماج. مازال انني ما لقيتش شي حاجه تكون صغر من هذه باش ندير تقيبات لي كبار وتقيبات لي صغار، ولكن ماشي مشكل، جاو مزيانين. بالنسبه للعجين اللي كتبقى عندي راه تناخذها تنعاود نجمعها، ما تندلكهاش صراحه، غير تنجمعها وتنديرها في بلاستيكه ونخليها جانبا. هنايا خديت العجنه الثانيه فغادي نطلقها بنفس الشكل. وهنا من بعد ما طابت لي الاولى اللي درت ديال الزعتر فكان هذا هو الشكل ديالها، يعني كيجيو طوال وكيجيو مقرمشين، ولان ديجا كنكونوا مطراسينهم فراه بسهوله كيتقردوا معنا، يعني كيكونوا ديجا مفروقين غير محطوطه وحده حدا اختها. هكا كنستغلوهم كيعطيونا كميه كبيره وفي نفس الوقت يعني كيجيونا مقرملين وكنستغلوا بهم حتى الوقت. وغادي ناخذ العجينه الثانيه غادي ناخذها بهذا الشكل، نقطعها تقطيعه لي عشوائيه. بالنسبه للاطه فكنحطها في الوسط ديال الفران ما بين الفوق والتحت. عافيه لي كتكون مهيله ملي كندخل ليها هاد القريشلات ديالي باش هكا كيتشمعوا لي من الداخل وكيطيبوا في نفس الوقت. فدهنتهم بشويه ديال بياض البيض من الفوق باش غادي نرش عليهم شويه ديال الزنجلان، وكيبقى حسب الرغبه، لا بغيتو ترشوا شي حاجه اولا بغيتو فقط دهنوهم غير بالبيض فراه كيجيو بريون كيجيو زوينين من الفوق. وهكا غادي نكونوا سالينا المملحات ديالنا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو صراحه مقرمشين لذاذ بزاف وزوينين. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه، راه غادي ينجحوا معكم ان شاء الله باذن الله.
ووصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللي كتزور قناتي اول مره تخلي لي لايك وتشترك بالقناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد من فيديوهات مطبخ امينه سليمان. عرفتوا والله البنات لا مريضه، وحاولت ما امكن انني نسجل الفيديو باش هكا نبارطاجي معكم شي حاجه قبل ما نعيش ورا.